احلى شوربة خضار دي بقى ولا ايه؟ لو عملتيها بالطريقة الصح هتطلب منك في كل الاوقات، مش في اوقات معينة زي ما احنا متعودين. تعالي سمي بسم الله ونشوف المقادير والطريقة. هنجيب حلة كده وانزل بيها بمعلقتين سمنة، عليهم بصلة متقطعة صغير لحد ما البصلة تصفر معايا تماما وتوصل للون اللي احنا متعودين عليه ده. بعد كده ببتدي انزل عليها بالخضار اللي انا مقطعاه وغسلاه كويس جدا، وهو عبارة عن جزر وبطاطس وبسلة وكوسة، وفي بيحطوا فاصوليا خضراء وكرفس على حسب ذوقك وعلى حسب ما انتي بتحبي. بعد كده هنزل عليهم بمعلقة صلصة معاها مكعب مرق، واقلب كل ده واشوحه مع السمنة كويس. الخطوة دي بتفرق قوي في طعم شوربة الخضار معايا، بتطلع الخضار ليه طعم تاني ونكهة تانية جدا بعد ما بتشوح مع السمنة والصلصة والمكعب المرق، بتديله نكهة وطعم غير. بعد كده انزل عليهم بمقدار معين من الشوربة عشان يبقى شوربة الخضار معايا دسمة وطعمها لذيذ. وبعدين هنزل بالحياء اللي انا متعودة عليه، ملح وفلفل اسود حسب الرغبة، وابتدي اسيب شوربة الخضار تستوي على نار متوسطة ولحد ما توصل معايا للشكل والريحة اللي كانت في منتهى الجمال ليها دي. اللون بجد لونها جميل، مش زي ما احنا متعودين عليه، بيبقى باهت شوية ومش بيفتح النفس. لونها حلو قوي وطعمها احلى. اتمنى تجربوا الوصفة، هتعجبكم جدا وهيحبها الاطفال جدا. للناس اللي بتشتكي ان ولادها مش بيحبوا الطبق ده ومش بيحبوا ياكلوه، بعد ما تعمليها بالطريقة دي بجد هيطلبوه منكم باستمرار. الطعم حكاية والريحة روعة والشكل واللون في منتهى الجمال، ويفتحوا النفس. شوربة الخضار بطريقة جديدة هتبقى مطلوبة منك باستمرار مش في أوقات معينة. يا رب يكون الوصفة عجبتكم. ما ننساش نعمل لايك وشير واشتراك في القناة ومتابعة للصفحة علشان يوصل لكم مني كل جديد. بحبكم جدا جدا في الله، بحفظ الله ورعايته. مع السلامة.